وسؤال اصبح بيتردد كتير جدا جدا، وهو فكره هل علشان الماده قبلها عدد ايام كتير فكده امتحانها هيجي صعب؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب قلبي طلاب الثانويه الازهريه في كل مكان، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير. معاكم كابتن بدر حمزه، وباذن الله كده تكونوا قد وفقتوا في المواد اللي فاتت، وكمان المواد اللي جايه تكون عليكم اسهل، وتعدوا من الفتره دي على خير وتصلوا في النهايه الى ما تتمنوا باذن الله. من خلال الفيديو ده هنبدا نتناقش مع بعض في فكره احنا هنعمل ايه في التاريخ، اللي هو طبعا الماده اللي جايه ليك كطالب ادبي، وكمان هنبدا ان احنا نتناقش بشكل سريع في نظام الامتحان، ورايي هل الامتحان باذن الله هيجي في مستوى انهي طالب، المتوسط ولا هيكون صعب ولا كل ما يتعلق بذلك. وهنرد على اشهر سؤال طبعا، الا وهو هل معنى ان قبل الماده في عدد ايام كتير يبقى كده الامتحان هيجي صعب، ولا الموضوع مش مقياس؟ وخلينا نبدا الاول كده في فكره احنا هنعمل ايه على مدار الايام اللي جايه في ماده التاريخ. طبعا انت كطالب يوتيوب باذن الله يتوفر لك محاضره في غايه القوه مراجعه لك على المنهج بالكامل خلال ساعات، فتابع القناه بشكل قوي جدا جدا. لو مش عامل اشتراك اعمل طبعا اشتراك علشان اول ما الفيديو يتوفر ينزل لك على طول. بمجرد ما المحاضره دي تنزل مطالب من حضرتك باذن الله انك تسمعها على مدار الايام اللي قبل الماده، وتحل بشكل قوي جدا جدا اسئله بنظام امتحانك كازهري، ده في حاله طبعا ان انت طالب يوتيوب او هتتابعنا على اليوتيوب. اما لو كنت طالب منصه فطبعا حضرتك نزل لك الجدول بتاع ليالي الامتحان، اللي هو سريعا طبعا هوريهولك دلوقتي. ده طبعا جدول ليالي الامتحان اللي نزل لحضرتك على المنصه، واللي فيه كل شيء موضح احنا هنعمل ايه بالظبط، بدايه من النهارده الساعه 6 اللي هي الليله الاولى من ليالي الوداع في ماده التاريخ، ووصولا باذن الله الى ملحمه الاربعاء التاريخيه اللي هي ليله الماده على المنصه، واللي فيها طبعا هنحل مئات الاسئله بنظام الاختياري والمقالي وبنظامك كطالب ازهري. احنا الموضوع هيوصل بينا يوم الاربع ان احنا نحل امتحانات ثانويه عامه، علشان في اسئله بتيجي من الامتحانات دي في امتحاننا، تخيل. فباذن الله هي يعني هتكون ملحمه، يعني انا بسميها ملحمه الاربع التاريخيه، وانت هتلتمس ذلك. وده بالنسبه لك كطالب منصه. وطبعا لو حضرتك محتاج اي تفاصيل عن المنصه او كل ما يتعلق بذلك تقدر تتواصل معانا من خلال اللينك اللي هتلاقيه في الكومنتات. طب يا كابتن انا دلوقتي خلاص عرفت كطالب يوتيوب هينزل لي المحاضره اللي هي بتاعه المراجعه على المنهج بالكامل، وانا كطالب منصه طبعا نزل لي جدولي وملازمي. خلي بالك برضو الملازم كلها جهزتها، نزلتها لك في لينك الملازم ووضحت لك كل شيء، ملازم ليالي الامتحان معاك عشان تقدر تطبعها وتعمل فيها كل اللي انت عايزه كطالب منصه طبعا. طيب نيجي بقى بشكل عام ونتكلم انا المفروض استفيد من الايام اللي جايه دي ازاي، علشان بمعنى اصح كده اضمن ال 40 درجه باذن الله. مبدئيا حاول بقدر امكانك، علشان بص انا هاجي معاك اهو مع دماغك اهو، لو هتدخل ماده مع التاريخ في الايام اللي جايه ودماغك جايباك انك تذاكر ماده تانية مع التاريخ، يا ريت ما تكونش ماده صعبه. تاني، لو انت دماغك جايباك ان انا عندي 3 ايام ونص او 4 ايام فده قدر كبير جدا، وانا وقت بقى فت في التاريخ ومذاكره كويس، فالافضل ان انا استفيد من الايام دي وادخل معاها ماده تانية. لو هتعمل الحركه دي انا ما عنديش مشكله، بس تكون على قدر مسؤوليه ذلك، ويفضل انك تدخل ماده سهله. طيب انا هلتزم بالتاريخ وعايز انام اقوم اخد تاريخ واذاكره، يبقى انت كطالب يوتيوب هتسمع المحاضره وقتها مش طويل، ولكن هو مناسب لل8 فصول لان انا فارمهم لك حرفيا. فهتبقى مهتم بشكل قوي انك تسمع المحاضره دي على اجزاء على مدار الايام، وتحل اسئله زي ما قلت لك بنظامك كازهري من المصادر اللي انت بتشتغل منها على مدار السنه. اما كطالب منصه فانت معايا ايد بايد كتف في كتف باذن الله، والتيم طبعا معاك دايما برضو على مدار الايام اللي جايه. وكده كده كل محاضراتنا زي ما اتفقنا هتكون كبث مباشر، ده لو انت هتكتفي طبعا بالتاريخ مادة واحدة قبل طبعا او بخلال الايام اللي عند حضرتك دي. طب يا كابتن انا دلوقتي ما خدتش اي حاجه في التاريخ، وبصراحه مش عايز اشترك معاك في المنصه، انا مش بتاع منصات، اعمل ايه؟ بعد اذنك، بعد اذن سيادتك، المحاضره بتاعت اليوتيوب لما تنزل التزم بيها بس، واستنى ورشه الاربع اللي هي طبعا هتكون لحضرتك كطالب يوتيوب ايضا لها علاقه بحل الامتحانات السابقه والنماذج التجريبيه اللي فيها يعني حرفيا برضو ايه، هعلمك ازاي تتعامل مع الامتحان بتاع التاريخ. فما تفقدش الامل، سواء كنت طالب متوسط مستواه عالي جدا، مستواه تحت الارض حرفيا، فمحاضره اليوتيوب او اللي هيتعمل على المنصه فهو مناسب ليك جدا جدا، وباذن الله هيضمن لك قدر كبير جدا جدا من امتحانك، بل ال 40 درجه ان شاء الله. طيب سريعا بقى نظام امتحاننا في التاريخ عامل ازاي، علشان ابدا انا يا كابتن بقى انظم دنيتي واعرف انا هعمل ايه. طبعا انت المفروض تكون عارف، ولكن هذكرك سريعا ان امتحانك هو عباره عن من 70 ل 75% اسئله موضوعيه. يعني ايه موضوعيه؟ ما بين اختياري الى من تنسب الاعمال في عهد من حدث ذلك، وصح
النحو غلط وكل ما يتعلق بالاسئله اللي بتتحل في كلمتين ونص. طب يا كابتن اختياري عامل ازاي؟ ما بين اختياري نواتج تعلم اللي هو محتاج فهم وتفكير شويه، واختياري سهل ما بين السطور بيعتمد على حفظك. والله يكرمك الله يكرمك وانت بتذاكر، سواء بتسمعني بتسمع لغيري معايا في المنصه عندي على اليوتيوب، الله يكرمك ركز على تفاصيل التفاصيل. كل كلمه بقولها مهمه، وانت كمان بتذاكر ورايا، وده كلام هتسمعه في اول المحاضره اللي هتنزل على اليوتيوب، وطبعا هنقوله مع بعض النهارده في اول ليله من ليالي الوداع في المنصه. فوانت بتذاكر ركز قوي على تفاصيل التفاصيل. تاني ركز قوي على تفاصيل التفاصيل. معنى كلامك يا كابتن الامتحان جاي صعب؟ لا والله، ولسه هنروح للبند ده. بس وانت بتذاكر ركز لي بشكل كبير جدا على تفاصيل التفاصيل زي ما اتفقنا. الوزارات تعرف كل وزاره وكل ما يتعلق بيها. طبعا ملزمه الوزارات نزلت لك على المنصه عشان لو عايز تخش تحفظها صم، موجوده PDF تقدر تحملها وتطبعها براحتك. كمان حضرتك لازم تركز لي بشكل قوي على الفصل الثاني والسابع، الثاني والسابع، الثاني والسابع، لا يخلو عنهم الامتحان، لا يخلو عنهم الامتحان. ركز عليهم بشكل قوي جدا 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 بعد اذنك. تمام؟ هنركز على كل الفصول، ولكن الثاني والسابع اديهم اهميه برايفت كده بمعنى اصح. تمام؟ ده اللي المطالب من حضرتك تعمله وتركز عليه. وده فكره طبعا ما يتعلق بنظام الامتحان زي ما اتفقنا 70% اسئله موضوعيه والمتبقي مقالي. كابتن مقالي متوقع يجي اي مقالي؟ قارن بين بما تفسر، ما النتائج، ما العلاقه، اي قارن وارد يجي، او عفوا اي سؤال مقالي وارد يجي. انت طبعا المفروض اتمرنت على المقالي من اول السنه، تمام؟ يعني ان شاء الله يعني تمام. ولو ما اتمرنتش شوف بقى كتاب المرشد ده تحل منه الامتحان القديم، الحاجات دي فيها مقالي كتير وهنستخدمها طبعا على المنصه باذن الله. تمام؟ فرجاء حاول ان انت تحل مقالي برضو علشان ما تتفاجئش بيه في الامتحان. المقالي سهل والله، محتاج بس ان انت تكون حافظ شويه ومعتمد على نفسك بشكل كبير في الحفظ، وباذن الله تعدي من الموضوع على خير. طيب من هنا بقى نروح لفكره ايه توقعي لنظام الامتحان. طيب في حاجه جميله قوي حصلت الايام اللي فاتت بعد امتحان النحو، تمام؟ والصياح اللي حصل في امتحان النحو والشكاوي وكل ما يتعلق بذلك، طلع علينا طبعا القطاع بتاع المعاهد الازهريه وبداوا ان هم يتكلموا مع الطالب ان والله درجات النحو هتتقسم، او درجات الاسئله اللي انتوا اشتكيتوا منها في النحو هتتقسم بشكل مختلف. يعني ايه؟ يعني لو السؤال اللي كله اشتكى منه ده عليه درجتين، هنخليه عليه درجه بما يتناسب مع الطالب. ونفس الكلام في الفيزياء. معنى كلامي ده ايه وبقول كده ليه؟ بقول كده ان معنى كده ان الامتحان باذن الله جاي في مستوى الطالب المتوسط بل اقل. ولو في اي مشكله، ولو في اي سؤال في اي صعوبات، فكده كده انت باذن الله مضمون ان انت هتعامل معامله كويسه في التصحيح. فانا مش عايزك تقلق من الامتحان نهائيا. الامتحان باذن الله هيجي فيه مستوى الطالب المتوسط فيما اقل. ركز انت بس على تفاصيل التفاصيل، على حل اسئله اختياريه كتير عشان تمرن ايدك عليها، وباذن الله في النهايه هتلاقي ان الامتحان زي ما قلت لك جاي كده والدنيا بسيطه وما فيهاش اي حاجه. وده طبعا يعتبر ردا على سؤال هل الماده لما يكون قبلها ايام كتير فهتيجي صعبه؟ فطبعا الاجابه لا. وياما ماده التاريخ اتحط قبلها 10 ايام ساعه ما كانت الامتحانات في العيد واجازه العيد، والامتحان كان بيجي عادي في مستوى الطالب المتوسط، وبشويه فكر بنلاقي الدنيا تمام وزي الفل. فما تعتمدش على البند ده، ما تشتتش نفسك. انا عايزك تركز بشكل قوي. ماده من اهم المواد اللي عندك، من اطول المواد اللي عندك، ولكن بمجرد ما تعدي هتحس ان انت كده كطالب ادبي لا يعني في ايه، في ضغط كبير نزل من عليك باذن الله. وان شاء الله تعدي من الماده دي على خير، وان شاء الله تطلع منها ضامن ال 40 درجه باللي هنعمله معاك، سواء كنت طالب منصه او طالب يوتيوب. ان شاء الله موفقين يا حبايبي. مش عايز اقول حاجه اكتر من كده. طبعا النهارده باذن الله بدايتنا على المنصه زي ما اتفقنا، ونلقاكم على خير في اللي جاي. وترقب محاضرتك كطالب يوتيوب اللي هتكون في غايه القوه وهتتوفر خلال ساعات قليله. احب اقول لك يعني ان انا المحاضره دي والله بجهز فيها بقالي اكتر من 14 ساعه، يعني فدعواتكم ان المحاضره دي كده تنزل على خير، علشان هي يعني ايه، بس ان شاء الله خير يعني. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي النهايه كان معكم كابتن بدر حمزه، وان شاء الله تضمن ال 80 درجه من مجموعك مع الكابتن، سواء ماده التاريخ وتباعا ووصولا الى ماده الجغرافيا.